يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أنا اسمي الحاجة ورد، وعندي 63 سنة. أنا من القاهرة بس عايشة في صعيد مصر. أنا أرملة بقالي 25 سنة. معايا ولدين وبنت. معايا أحمد محامي، وإبراهيم الصغير ضابط، والبنت أمنية لسه مجوزاها من سنتين. دي باباها كان سايبها وهي لسه عندها سنتين. جوزي الله يرحمه مات وانا لسه صغيرة. كان في شغله وجالي خبر وفاته. انا من بعد ما جوزي مات بقيت زي التايهة دايما، مش عارفة اعمل ايه. ولادي دول اربيهم ازاي لوحدي؟ شلت مسؤولية كبيرة قوي. بقيت اب وام بالنسبة ليهم. تعبت قوي عليهم لحد ما ربيتهم وعلمتهم كويس. وخلال فترة تعليمهم كنت بحاول على قد ما اقدر اجيب لهم اللي هم محتاجينه لحد ما كبروا، والحمد لله الولاد ظروفهم كويسة قوي وبيشتغلوا. وبنتي الحمد لله جهزتها احسن جهاز وجوزتها ومبسوطة مع جوزها، وكل واحد مستقر في بيته. انا بقالي سنتين حاسة اني لوحدي، نفس الاحساس اللي حسيته اول ما جوزي مات ومكانش معايا حد. يمكن الاحساس كمان اصعب بكتير. ولادي كانوا مرتبطين بيا جدا لاني كنت اب وام بالنسبة ليهم، لدرجة ان ابني الكبير اول ما اتجوز جالي بعد ما اتجوز بيومين من كتر ما هو متعلق بيا قوي. لكن بعد ما اتجوز بفترة هو واخوه الصغير، كل واحد اتشغل في حياته وشغله ومراته، وبعد ما خلفوا كمان اتشغلوا اكتر وبقوا يسألوا عليا كل فين وفين. وكانوا بيتحججوا انهم مشغولين وبيرجعوا متأخر من شغلهم والمدارس وولادهم وتعبانين. كنت برد عليهم واقول لهم انا مش زعلانة، وطول ما انتم مرتاحين انا هبقى مبسوطة. كانوا برضو في اول جوازهم بيجوا كل اسبوع ويقضوا كلهم اليوم معايا. بالنسبة لي اليوم ده كان بيكون يوم عيد، يوم فرح، لاني هشوف ولادي واحفادي. وكنت بعمل لهم كل الاكل اللي بيحبوه في اليوم ده. كل ده بعمله وانا مبسوطة لمجرد بس اني عرفت ان هم جايين، وما كنتش بحس بتعب حتى لو تعبت. اهم حاجة بالنسبة لي اني اشوفهم قدام عيني ويكونوا حواليا. بنتي لسه كنت بزورها من يومين كده، لقيتها بتقولي معلش يا ماما بس احنا نازلين، زي ما يكون عايزاني امشي اما قالت لي الكلمة دي. في الوقت ده حسيت بألم مش طبيعي جوايا. قلت لها ما انا ماشية يا حبيبتي، انا اصلا كنت جاية بس اطمن عليكي ومروحة على طول، مع اني كنت ناوية ابيت معاها اليوم ده لاني كنت حاسة ان بقالي كتير قاعدة لوحدي، كنت عايزة حد يونسني. انا لو تعبانة في يوم وصحيت بس الصبح مش لاقي حتى حد يجيب لي كوباية مية. انا عارفة ان ظروف الحياة ممكن تشغلهم عني، وهم كمان كانوا دايما يعتذروا كل مرة اما يكلموني ويقولوا لي معلش يا ماما، مش عارف بنتنا كانت تعبانة، ابني تعبان، اي حاجة يقولوها لي وخلاص. انا مش عايزة منهم اي حاجة غير انهم يسألوا بس عليا ويكلموني. ايه اللي حصل؟ ولادي ما كانوش كده، طول عمرهم مرتبطين بيا جدا. انا من فترة رحت كشفت في مستشفى الصدر، كنت تعبانة جدا وكنت لوحدي محدش معايا. كنت بمشي بالعافية حاسة اني لوحدي ماليش حد، لدرجة اني وانا في المستشفى واحد ابن حلال ربنا يكرمه لقيته بيقولي تعالي يا ماما ومالك بس وخدني من ايدي وسندني، وكان معايا لحد ما خلصت كشف، وكمان ركبني علشان اروح. وسألني فين ولادك، حد من اهلك؟ رديت عليه وقلت له ولادي بس مشغولين يا ابني وفي شغلهم، وانا ما قلت لهمش بس علشان ما يشغلوش او يقلقوا عليا. انا تعبانه قوي، الايام بتعدي ودي سنة الحياة، انا عارفة كلنا هنموت، واكيد ايام اللي فضلالي اقل بكتير جدا من الايام اللي عدت، والبقاء والدوام لله وحده. بس انا بعد التعب اللي تعبته مع ولادي ده، اللي محدش يعلم بيه غير ربنا وحده، انا محدش ساعدني في تربيتهم ولا قبلت اي مساعدة من حد ولا فلوس من حد علشان اربيهم. كله كان من تعبي. انا يمكن زي ناس كتير في نفس ظروفي، ولادهم مشغولين عنهم بحجة الظروف، ظروف الحياة. انا مش عايزة اقول انا مش زعلانة منهم، لا، انا فعلا زعلانة منهم وزعلانة من الظروف اللي مخلياهم بعيد عني كده او ينسوني. انا بعد اللي عملته معاهم ده مكافئتي عند ربنا اكيد حلوة وانا عارفة، لان هو وحده اللي علم بحالي من اول ما جوزي مات وسابني. انا بعده رفضت كل العرسان اللي تقدمولي علشان خاطر ولادي. وزي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه ان الست اللي جوزها مات وما ترضاش تتجوز بعد وفاته وتعيش بس علشان تربي ولادها، ربنا هيدخلها الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني أي تسابقني تريد أن تدخل معي الباب، فأقول لها من أنت؟ فتقول أنا امرأة
قعدت على أيتام لي. أنا من شهرين كده رحت جامع عند مقام شيخ من المشايخ، وقعدت أبكي كتير. كنت تعبانة وماليش حد فضفضله، ففي واحدة شافتني وأنا ببكي، خدتني وحضنتني وحكيت لها على جزء بسيط من ظروفي، زي ما يكون ما صدقت لقيت حد أحكيله أو أتكلم معاه. قالت لي أنا تقريبا كده برضو نفس ظروفك، وما تزعليش، بس أنا بروح أحفظ قرآن في دار تحفيظ، وهناك بلاقي ناس كتير أتكلم معاهم، وبحس إن أنا مش لوحدي وبحس بونس. هي فعلا أقنعتني أو شجعتني إن أروح، حاجة تخليني ما بقاش لوحدي، وفي نفس الوقت أنا بدور على حسن الختام. يعني مفيش حاجة أحسن من كده ممكن أعملها. أنا تقريبا كده بقالي شهر رحت وحسيت حياتي اتغيرت للأحسن. بقيت أروح، بقيت أحس بروحانيات عالية جدا في المكان ده، وأنا هناك وبتعلم أمور دينية كتير ما كنتش عارفاها. تقريبا كل حاجة كنت يعني اتعلمتها ما كنتش عارفاها، وبقابل ناس هناك بتكلم معاهم. بقيت أحس بونس وأنا هناك، وحسيت نفسي بقيت أحسن. أوقات كنت بخاف وأنا قاعدة لوحدي، بحس إن أنا ممكن في يوم من الأيام أموت وما لقيش حد جنبي، أو محدش يعرف حتى إني مت غير بعدها بأيام ولا أسابيع، أما يفتكروا بس إن ليهم أم موجودة يسألوا عليها. أنا كل اللي مزعلني عدم التقدير من ولادي. هما ليه بيعملوا معايا كده؟ أنا ربيتهم أحسن تربية، وحرمت نفسي من حاجات كتير علشانهم، وخايفة عليهم من حساب ربنا. هل أنا مربيتش كويس؟ فطبيعي هي دي النتيجة، عدم سؤالهم عليا، ولا ظروف الحياة أقوى من أي شيء، ولا ده ابتلاء والمفروض أصبر عليه؟ هما مش بيعاملوني معاملة وحشة، هما بيجوا يبوسوا على إيدي لحد دلوقتي مجرد بس إنهم يشوفوني، بس مش بيسألوا عليا لفترات كبيرة قوي. ده حتى مفيش حد فيهم عرض عليا إني أروح أعيش معاه، مع إني هرفض لو حد عرض عليا العرض ده. محبش أكون تقيل على حد حتى لو ولادي. أنا مش عايزة أطلب منهم يزوروني ولا يسألوا عليا، ولا أكون متسلطة عليهم أو بأمرهم بحاجة. أنا عايزاهم من نفسهم بس اللي يعملوا كده. أنا خايفة أموت وأنا غصب عني غضبانة عليهم أو زعلانة منهم. أنا بس حبيت أحكي لكم قصتي أو المعاناة اللي كل يوم بعانيها، يمكن تقولوا لي كلام يريحني أو يطمن قلبي. ودي رسالة وصلتنا وردنا عليكي كالآتي: أستطيع أن أفعل أي شيء بلا تمن، لكن حتما لن أستمر حين لا أقدر. الحقيقة يا حاجة ورد، القصة بتاعتك دي مؤلمة جدا وتقشعر لها الأبدان، مش من الكلام اللي سمعناه، أكتر من إن القصة دي بتتكرر كتير في زماننا دلوقتي، وفي آلاف أو يمكن ملايين من الناس عيالهم بيهملوهم أو بينسوهم أو يتناسوهم في سبيل إنهم يهتموا بزرعتهم الجديدة وأولادهم وزوجاتهم، وهما مش عارفين إن كل حاجة بتترد، وإن ده سلف ودين، واللي عملتوه مع والدتكم ده هيتعمل فيكم لما تكبروا من أولادكم. في حالة الحاجة ورد، والدتكم دي اللي بعد ما ترملت كرست حياتها كلها في تربيتكم وتعليمكم، ورفضت كل العرسان اللي كانوا بيتقدموا لها، تفتكروا ليه انتوا ما قدرتوش حاجة زي كده وهنت عليكم للدرجة دي؟ هي دي تكون مكافئتها، بدل ما تحتضنوها وتكونوا كلكم كده تحت رجليها وتتمنوا رضاها. كل واحد كان مشغول في نفسه وحياته وبيتحجج بعدم سؤاله عليها انه عنده ظروف. ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي تمنعك تسأل عنها؟ ده انت لو هتسيب الدنيا كلها وتسيب شغلك وحياتك في سبيل انك تراضيها وتبرها، ده اكرم لك بكتير جدا من مال الدنيا كله. وشوف ده هيكون ازاي عند ربنا، الجنة تحت اقدام الامهات. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالام. ده في واحد قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن امه، قال له انا رحت حجيت بيها وشلتها فوق كتفي ولفيت بيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له ولا ذرة مما فعلت معك. يعني سيدنا محمد وصى بالأم، وقبله ربنا عز وجل في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. هو ده البر. في واحد جه لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له: إن لي أما بلغ بها الكبر، وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست أنفاسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك، وهي تتمنى بقائك وأنت تتمنى موتها. الحقيقة يا جماعة الموضوع كبير، وصل بينا الحال إن الابن أو الابنة ينسوا أمهم بحجة ظروف. مش عايزة أقول الابنة بس، يمكن البنت عندها مشكلة خاصة بيها لأنها مأمورة من زوجها، وده مش مبرر برضو، لأنها بأي شكل من الأشكال ممكن تسأل على أمها حتى لو بالتليفون تطمن عليها بس. لكن بالنسبة لأولادك الاتنين
كان أولى بيهم حد فيهم ياخدوكي تعيشي معاهم أو يجوا حتى يعيشوا معاكي. الزوجة يا جماعة تتعوض، لكن الأم لا تعوض. في واحد قال لعبد الله بن عمر: حملت أمي على رقبتي من خراسان إلى مكة، حججت بها حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا تلقى من طلقاتها عند الولادة. الرسالة اللي الحاجة ورد بعتها دي مؤلمة جدا. أنا متخيلة ازاي هي تعبانة وقلبها موجوع من ولادها. الموضوع صعب جدا، ده ابتلاء شديد. أنا أسفة، عايزة أقول لولادها: ايه الخصة دي؟ احنا وصلنا للمرحلة دي من تدني الأخلاق؟ دي أمكم اللي اتكسرت عليكم، منتظرين ايه؟ مستنيين خبر وفاتها؟ هتبكوا لكوا شوية وبعدين تدوروا على ورثكم والموضوع خلص على كده. انت بعد أمك وباباك هتتمنى يوم واحد في حياتهم يرجع علشان تعيش تحت أقدامهم وتتمنى رضاهم، لأنك هتندم بعدين. صدقوني مش هتشوفوا سعادة. أي ابن أو بنت بتعق والدتها حياتكم هتكون تعيسة مهما حصل، ده في الدنيا، ما بالك بقى في الآخرة. عايزة أوجه رسالة لكل ابن أو ابنة ممكن يكونوا مشغولين عن أبائهم أو أمهاتهم أو مسافرين، أيا كانت ظروفكم إيه. على قد ما تقدروا اسألوا عليهم وشوفوهم محتاجين إيه، ابسطوهم على قد ما تقدروا، اكشفوا عليهم وودوهم للدكاترة حتى لو ما فيهمش أي حاجة، لمجرد بس إنكم تحسسوهم بالاهتمام. ده العائد النفسي عليهم هيكون حلو قوي. مهما كانت ظروف الحياة اوعوا تنسوهم، خليكوا تحت رجليهم. دول البركة والخير والسبب في الخير اللي انتوا عايشين فيه ده وهم عايشين. واللي متوفيين عايزة أقول برضو ما تنسوهمش بالدعاء وبالصدقة. وعايزة أقول في النهاية: حسبي الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم، واشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات مريم.